الثبوت وظني الدلالة. هذا القسم الثاني. وهذا كالآيات التي المتشابهات المؤولة التي يؤول ظاهرها. وعندنا قطعي الثبوت، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة. عندنا ظني الثبوت قطعي الدلالة، ظني الثبوت قطعي الدلالة. لما نقول قطعي الدلالة، إيش يعني قطعي الدلالة؟ يعني معنى النص القرآني أو معنى النص السنة واضح محكم، لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج تأويل، فيكون قطعي دلالته قطعية لا تحتمل التأويل. هذا معنى إيش قطعي الدلالة. فالقسم الثالث ظني الثبوت قطعي الدلالة، وذلك كالأحاديث أحاديث غير المتواترة، كالأحاديث غير المتواترة التي مفهومها قطعي، التي مفهومها قطعي. فالثبوت ظني الدلالة، ظني الدلالة. الآن فهمنا إيش معنى ظني الدلالة، يعني نص يحتمل معناه التأويل. يعني مثلا أعطيك مثال، لما عندنا مثلا حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا ظني الثبوت، هذا ظني الثبوت. قطعي الدلالة، أو حتى هذا ظني الدلالة، هذا ظني الدلالة. لذلك عندنا قراءة الفاتحة واجبة، ولكن الوجوب لا يثبت بهذا الحديث، وإنما ثبت بالمواظبة. أريد أن آتي بحديث يعني فيه ظني الآن يعني يحضرني المثال إن شاء الله. إذا ظني الثبوت قطعي الثبوت ظني الدلالة، ظني الثبوت قطعي الدلالة، بهذين الاثنين يثبت الواجب والمكروه تحريما. بقطعي الثبوت ظني الدلالة، وظني الثبوت قطعي الدلالة، بهذين الاثنين يثبت الواجب والمكروه تحريما. بقي ظني الثبوت وظني الدلالة. ظني الثبوت ظني الدلالة، هذا القسم الرابع. وهذا كالأحاديث غير المتواترة والتي مفهومها ظني ليس قطعيا. قال علماؤنا: هذا يثبت به السنة والاستحباب والكراهة التنزيهية، والكراهة التنزيهية. هذه هي الأدلة السمعية وأنواعها الأربعة. فالشيخ قال الآن: الواجب اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة. الآن فهمنا إيش يعني بدليل فيه شبهة. يعني الشبهة إما من حيث الورود، يعني يكون ظن ثبوت، أو الشبهة تكون من حيث الدلالة، فتكون دلالته ظنية. فإذا كان من حيث الدلالة قد يكون قطعي الثبوت، يعني متواترا أو قرآنا، ولكن ظنية، فيثبت الوجوب والكراهة التحريمية. وقد يكون ظني الثبوت وظنية قطعية الدلالة، قطعية الدلالة كذلك يكون واجبا. فإذا الظنية إذا كانت من حيث الورود ومن حيث الدلالة كان قطعي الثبوت ظني الدلالة واجب والكراهة التحريمية، ظني الثبوت قطعي الدلالة كذلك واجب والكراهة التحريمية. فهمنا إذا أحبابنا الآن معنى قولهم بدليل فيه شبهة واضح. فالواجب في اللغة يجيء بأعقال، وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة. قال فخر الإسلام: وإنما سمي به، يعني
سمي الواجب واجبا أو سمي ما لزمنا بدليل فيه شبهة سمي واجبا ليه؟ قال إما لكونه ساقطا عنا علما، أن قلنا أحبابنا الواجب في اللغة من معانيه السقوط، فسمي ما يلزمنا بدليل فيه شبهة واجبا، إما لكونه ساقطا عنا علما. يعني ماذا؟ إيش يعني ساقطا عنا علما؟ يعني لا يجب علينا اعتقاد به، بمعنى لا يكفر منكره، لا يكفر منكره. هذا معنى إيش؟ ساقطا أو ساقطا عنا علما، يعني اعتقادا. فإذا لم نعتقده، لم يعتقده معتقد، لا يكفر، لا يحكم عليه بالكفر. أو لكونه ساقطا علينا عملا، يعني لا عملا يلزمنا العمل به، يلزمنا العمل به. أو لكونه مضطربا، قال من معاني الوجوب في اللغة الاضطراب، تردد. ايش يعني اضطراب؟ يعني تردد، فلان مضطرب متردد بين الفعل والترك. أو لكونه الضمير راجع، أو لكونه يعني لكون ما يلزمنا بدليل فيه شبهة مضطربا، أي متدا، بين أن يكون فرضا علينا وبين أن يكون سنة، بين أن يكون حراما وبين أن يكون مكروها، فهذا ذاك سمي واجب. قال أو لكونه مضطربا بين الفرض الشامل للفعل والترك، أن الحرام يفترض تركه والمأمور يفترض فعله، والسنة. أو لكونه مضطربا بين اللزوم وعدمه، بين اللزوم وعدمه، فإنه يعني الواجب يلزمنا عملا لا علما. فهمنا معنى قولهم لا علم، يعني لا اعتقادا، يعني لا يكفر منكره، لا يكفر منكره. أنا أؤكد أحد هذه السطور الأربعة الثلاثة الأخيرة التي قرأناها، فهمناها كلمة كلمة واضحة معناها، لا أريد أن يلتبس عليك. هذه السطور الثلاثة من أشكل عليه منها كلمة ليخبرني كي أشرحها. عندي سؤال سيدي جيب السؤال لو سمحت. واضحة، تفضل. عندي إشكال. انتبه، قال أولا كونه، أنا أريد السؤال حول ما قرأناه. نعم لا تأتيني سؤال من برا من الخارج، حول ما قرأناه فقط. تفضل. من عبارة الكتاب يعني قال أولا لكونه ساقطا علينا عملا، ثم قال فإنه يلزمنا عملا، يعني أليس فيه تناقض؟ أنا ما فهمته. انتبه علي، أقرب لك المعنى. هذا المنديل سقط علي. نعم. هذا المنديل سقط عني، وكان هنا وسقط. فلما سقط علي يعني وجب، ولما سقط عني يعني وجب، فلما سقط علي يعني لزمني. لزمني، نعم. سقط عني لم يلزمني. واضح؟ فلما سقط عني علي يعني وجب علي أن أفعل شيء. انتبه، سقط علي يعني صار علي لازما. يلزمني ماذا؟ قال يلزمك العمل. سقط عليك فيلزمك، يلزمني ماذا؟ يلزمك العمل. سقط عني يعني لا يلزمني ماذا؟ لا يلزمك الاعتقاد. فهمت؟ نعم فهمت مولانا، جزاك الله خيرا. الاثنان معا، السقوط عليك والسقوط عنك. سقط عليك يعني لزمك العمل، وسقط عنك يعني الواجب سقط عليك وسقط عنك. سقط عليك يعني وجب عليك، لزمك فعله
وسقط عنها يعني لم يلزمك اعتقاده. في سؤال أحبابنا؟ جزاك الله. أنا أؤكد على فقرات التبس أمرها على بعض الطلبة، فقال يعني كلاما لا ينبغي أن يقوله. المهم واضح الآن إن شاء الله. سيدي عندي سؤال لو سمحتم. تفضل. سيدي الواجب هو قطعي الدلالة، إما أن يكون قطعي الدلالة ظني الثبوت، وإما أن يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، صحيح؟ أحسنت، تمام. نعم سيدي، بارك الله فيك. أكرمكم. طيب، قال وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض. الله. وشرعت السنن لإكمال الواجبات، والأدب شرع الأدب لإكمال السنة، ليكون كل منها حصنا لما شرع لتكميله. نرجع للعبارة من أولها. شرعت الواجبات لإكمال الفرائض. الآن أركان الصلاة ما هي أحبابنا؟ أول ركن من أركان الصلاة القراءة، قراءة القرآن، قراءة القيام القرآن، قراءة القرآن من الأركان. فقراءة القرآن فرض، يعني أنت إذا مطلق القراءة فاقرأ ما تيسر من القرآن. لو الفرض عليك في قراءة القرآن كما قال السيد أبو حنيفة رحمه الله، كلمة أو 3 كلمات، عند الصاحبين 3 آيات، أي 203 تقرأها تأتي بالفرض عند أبي حنيفة، أي 3 آيات قصار تأتي بالفرض عند الصاحبين. هذا الفرض إذا قرأت 2 أو 3 تكون قد أتيت بهذا الفرض ولكنه ناقص من إكماله. كيف أكمل هذا الفرض؟ أكمله بأن أقرأ الفاتحة، الفاتحة، وأتمم الفرض أيضا بإضافة السورة إلى الفاتحة، فيكون الفرض الذي هو القراءة صار الآن كاملا. ما الذي أكمله؟ الفرض يتحقق بقراءة كلمات ولكن يكون ناقصا. ما الذي أكمل الفرض؟ قراءة الفاتحة والسورة. من أين جئنا بأن الإكمال الآن واجب؟ بقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. وفي آية: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة بعدها فلا صلاة له. وبالمواظبة، لأن عليه الصلاة والسلام واظب في الصلوات على لاحظ، مواظبة ونهي. مواظبة وعيد، ماذا يترتب عنها؟ إذا كان طريق ثبوت الوعيد، انتبه، الوعيد، لأن المواظبة لوحدها فيها خلاف، هل تثبت الوجوب أو لا تثبت الوجوب. إذا كان الوعيد ثبت بطريق ظني فهو يعزز المواظبة فينقلها من السنية إلى الوجوب، من السنية إلى الوجوب. فصارت قراءة الفاتحة وسورة متم لفرض القراءة. لذلك لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك السورة كان مكروها تحريما. كذلك الركوع، أنا عندما أركع، ما هو الركوع في اللغة؟ مجرد الانحناء، انحنيت
ثم رفعت، ولكن هذا الانحناء ناقص، نكمله بالطمأنينة، على خلاف في ذلك يأتي في محل. فالطمأنينة واجبة لأنها ماذا فعلت؟ تممت الركن الذي هو الركوع أو السجود. نعم. كذلك القعدة، القعود الأخير فرض. القعود الأخير ما الذي يتممه؟ لاحظوا أحبابنا، أضرب أمثلة كي نفهم المعنى. ما الذي يتمم هذا القعود؟ التشهد فيه. فلما كان القعود يتم ويكمل بقراءة التشهد فيه، قلنا قراءة التشهد واجب. أنا عندما أسجد أضع جبهتي على الأرض، هذا هو أصل السجود، أضع الجبهة على الأرض. طيب. نكمل أحبابنا من حيث وقفنا. فالسنن شرعت كما قلنا لإكمال الواجبات. فأعطيك الآن مثالا توضيحيا. أنا عندما أركع، قلنا الركوع ركن، الركوع ركن. الطمأنينة في الركوع واجبة، لأن الركوع لا يكمل إلا بالطمأنينة. هذه الطمأنينة في الركوع بماذا تكمل؟ بالتسبيحات الثلاث. فالتسبيح ثلاثا متمم للطمأنينة، فكان التسبيح ثلاثا واجبا. القراءة، قراءة القرآن، قلنا القراءة فرض، الفاتحة واجب. ما هي القراءة المتممة للفاتحة؟ القراءة المتممة للفاتحة هي أن تأتي قبلها بالتعوذ والبسملة. فلاحظ كيف شرع التعوذ والبسملة تتميما للواجب، كما أن الفاتحة شرعت تتميما للفرض. قلنا القعود ركن أو فرض، شرع لإكماله قراءة التشهد. هذا التشهد بما يكمل؟ القعود الأخير يكمل، هذا التشهد في القعود الأخير يكمل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك تكون السنن في الصلاة شرعت لإكمال الواجبات. الآن الآداب، آداب سيأتي معنا، وقرأنا الآن نحن شروط الصلاة وأركان الصلاة، وسنقرأ الآن واجبات الصلاة، سنقرأ آداب الصلاة. والآداب شرعت لإكمال السنن. الآداب شرعت لإكمال السنن، يعني السنة لا تتزين، لا تكمل إلا إذا قرنتها بالأدب. قرنتها بالأدب. كيف؟ أعطينا مثال. الركوع كما قلنا، الركوع أنا عندما أركع الركوع ركن، الطمأنينة واجبة، التسبيحات، انتبه، التسبيح سنة. الأدب أن تكون عدد التسبيحات 3، فإن شئت أن تزيدها. الأدب أن يكون العدد فردا، هذا الأدب. كذلك أنت عندما تكون راكعا، الأدب في الركوع أن تنظر إلى موضع قدميك. الأدب في السجود أن تنظر إلى أرنبة أنفك. الأدب في الجلوس في القعود أن تنظر إلى حجرك. هذه كلها آداب تتمم السنن التي تممت الواجبات التي أكملت الفرائض. قال والأدب الله لإكمال السنة.
قال ليكون كل منها حصنا لما شرع إيش يعني حصنا؟ يعني حافظا له. فالواجبات أحبابنا، الواجبات هي بمثابة، يعني الفرض هو الكنز. الفرائض، قراءة القرآن، القيام، الركوع، السجود، القعود الأخير، هذا الكنز. هذا الكنز نحن نخاف عليه من السرقة، فلا بد أن نحيطه بسور عظيم. السور الأول هو الواجبات. السور الثاني هو السنن. السنن تحيط بالواجبات، ثم يأتي السور الثالث الذي يحيط بالسنن. فمن حافظ على السور الأخير الذي هو الآداب كانت الأسوار الداخلية في مأمن، ومن ضيع سور الآداب قريبا سيضيع سور السنن، ثم يضيع سور الواجبات، ثم يضيع سور الفرائض والعياذ بالله. فلذلك أحبابنا، أنت كيف تحافظ على صلاتك ولا تضيعها أبدا؟ كيف؟ عندما ترعى هذه الصلاة في مقدماتها، تحيطها من قبلها بالسنة القبلية والسنة البعدية، سنن تحيطها بآدابها جميعا. يعني أنت تخيل تصلي الآن سنة الظهر القبلية 4 ركعات، وتأتي بهذه الصلاة كاملة الأركان، كاملة الواجبات، كاملة السنن والآداب، خالية من المكروهات التحريمية والمكروهات التنزيهية. هذا كله إيش أحبابنا؟ من سنة الظهر القبلية. قل لي بربك، رجل يصلي السنة القبلية على الوجه، هل يتصور في يوم من الأيام أن يترك أو يضيع أو يخل بفرض الظهر؟ لا يتوقع ولا يتصور. فأنت يا أخي، أنت من تدخل نفسك باختياراتك الحميدة، تدخل نفسك في أسوار وفي حصون حصينة، معتمدا متكلا على الله عز وجل، متبرئا من الحول والقوة. هذا ما أراد الشيخ أن يلفت النظر أنظارنا إليه. دائما أنت كلما علمت شيئا جديدا من فعل خير، من فعل طاعة، من فعل أدب، من فعل مأمور به وإن كان، لذلك قال علماؤنا أحبابنا السنن المستحبة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة فقط وتركها ولم يعملها، هي في حقنا تساوي المؤكدة، بمعنى أنك أنت إذا فعلتها وواظبت عليها فقد حصنت نفسك. فأنت كلما فعلت طاعة وكلما فعلت سنة أدخلت نفسك في حصن جديد، ويكون الشيطان منك بعيدا. لذلك أنصح نفسي وإياكم أحبابنا أن نبحث عن العبادات التي نحن مقصرون فيها ونلتزمها. أي عبادة سمعت بها أو قرأت عنها وبوسعك أن تفعلها، سارع إليها والتزم بها وقل لعل نجاتي تكون بها. قل لعل نجاتي تكون بها. فإن سولت لك نفسك مرة أن تتركها، قل يا نفس وما أدراني أني أموت عليك، دعيني أفعلك ولا تقصر أبدا. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا وأن يرزقنا علو الهمة. لا يعني ما تكلمنا به يكفي. قال وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا. طبعا عقاب دون عقاب ترك الفرض، وعدم إكثار جاحده، لأنه قلنا قبل قليل سقط عنا اعتقادا وسقط علينا فعلا عملا. وعدم إكثار جاحده يعني الوتر واجب، من أنكر مشروعية صلاة الوتر لا يكفر، أو أنكر كون الوتر واجبا لا يكفر. قال والثواب بفعله ولزوم سجود السهو لنقص الصلاة بتركه سهوا. لاحظ
إنسان نسي أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ سورة، نسي ماذا يلزمه، يجب عليه أن يسجد للسهو لأنه تركه سهوا، وإعادتها بترك الواجب عمدا. طبعا يعيدها ما دام الوقت باقيا، يعيدها ما دام الوقت باقيا. فإن خرج الوقت ولم يعد هذه الصلاة قال تسقط الصلاة، ولكن تسقط ناقصة، يعني مع الكراهة التحريمية، ويكون فاسقا آثما. الأمر ليس بالسهل. إن ترك الواجب متعمدا، ترك الواجب متعمدا لا لعذر وخرج الوقت ولم يعد الصلاة، صحت الصلاة، ولكن سقطت عنه مع الكراهة التحريمية ويكون فاسقا آثما. وكذا الحكم أحبابنا في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب عليه أن يعيدها ما دام الوقت باقيا. فإن أعاد الصلاة الآن أعادها، أيهما الفرض؟ الذي صلاه أولا ناقصا أم الذي له ثانيا كاملا؟ قال لا، الفرض ما أداه أولا، الفرض ما أداه أولا، والثاني كله جابر للنقص الذي تمكن في الفرض الأول. قال وسقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد. تكلمنا وشرحنا هذا الكلام. قال وهو أي الواجب 18 شيئا. الأول وجوب قراءة الفاتحة. مولانا، نعم. ما الفرق بين الواجب والفرض العملي؟ هو كلاهما واحد. شكرا مولانا. كلاهما واحد، الفرض العملي هو الواجب. شكرا مولانا. نعم. شيخ سلام سيدي، أنا سيدي ما فهمت وسقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد، أنا ما فهمت هذه العبارة. طيب أحسن، جيد. سقوط الفرض ناقصا يعني الآن وجب علي السجود، صليت الظهر ولم أقعد القعود الأول متعمدا وسلمت، ما الحكم؟ يجب علي أن أعيد الصلاة، يجب علي أن أعيد الصلاة. هي واحد. اثنين، أنا الآن نسيت أن أقعد القعود الأول ولكن تركت سجود السهو متعمدا، نسيت القعود الأول فكان يسجد للسهو فتركت سجود السهو متعمدا وسلمت، ما الحكم؟ يجب علي أن أعيد الصلاة. فخرج الوقت ولم أعد الصلاة، هذا الفرض الذي صليته ولم أقعد فيه القعود الأول ولم أسجد للسهو، ما حكمه؟ سقط عني، يعني لا أطالب به في الآخرة ولا أطالب بقضائه بعد خروج الوقت، ولكن سقط وهو ناقص، سقط وهو ناقص. متى يكون ناقصا؟ إن لم أسجد سجود السهو، إن لم أسجد سجود السهو ولم أعد الصلاة، فإذا نسيت القعود الأول وسجدت للسهو تمت الصلاة كاملة. فإن تركت سجود السهو متعمدا وأعدت الصلاة سقطت الصلاة التي صليتها كاملة أيضا، لأن النقصان جبر بالصلاة التي أعدتها. وضح الكلام شيخ يوسف؟ نعم سيدي، جزاكم الله خير. رفع الله قدركم سيدي. نعم سيدي لو سمحتم. قال الأول تفضل. بارك الله بكم سيدي. هل هناك قول عند أئمة المذهب لأنه لو خرج الوقت يعيد
إيش؟ أقول سيدي، هل هناك قول عند أئمتنا الحنفية أنه لو خرج الوقت يعيد الصلاة حتى لو خرج؟ لا أعلم بذلك، لا أعلم. بمجرد ما خرج الوقت لا يعيد الصلاة، لا يعيد مرة. نعم سيدي. الآن يعني أنت الآن اتركني من الأقوال في المذهب كثيرة. العبد لله لست أنا فقط وغيري لن يحيط بأقوال المذهب. يكفي أن أستطيع أن يقدرني أن يمكنني الله عز وجل من إحاطتي بما هو المعتمد. فنحن نكفي بنا الآن أن نقرأ المعتمد من الأقوال، وما عدا ذلك يعني لا نسأل عنه إلا إذا قرأنا في كتاب آخر. المهم، الأول وجوب قراءة الفاتحة. الأول وجوب قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن قراءة الفاتحة ما حكمها؟ واجب. لو أن إنسان قرأ نصف الفاتحة ما الحكم؟ قال انتبه، الذي نص عليه الفقهاء أنه إن ترك أكثر الفاتحة يسجد للسهو. إن ترك أكثر الفاتحة يسجد للسهو. نص على ذلك ابن نجيم في النهر الفائق، أنه إن ترك أكثر الفاتحة يسجد للسهو. وقال غيره يسجد للسهو لو ترك آية منها. لذلك قال في الدر المختار بناء على هذا القول الذي ذكره صاحب المجتبى، قال: وبناء عليه فكل آية من آيات الفاتحة قراءتها واجبة. ماذا يفيد هذا الكلام؟ كل آية من آيات الفاتحة قراءتها واجب. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين واجب، الرحمن الرحيم واجب، مالك يوم الدين الواجب الثالث. هذه 3 واجبات، بينها واجب خفي وهو الترتيب. لا يصح أن آتي بالآية الثانية قبل الآية الأولى أو الآية الثالثة قبل الثانية. لذلك قالوا: من قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وجب عليه سجود السهو. ليه؟ قال: لأنه أخر الواجب الثالث، الآية الثالثة أخرها عن مكانها. إذن كلام الفقهاء أحبابنا يترتب عليه أمور. فلما قال صاحب المجتبى كل آية واجبة، لو ترك آية واحدة من الفاتحة لزمه سجود السهو. وقال صاحب الدر المختار وعليه فكل آية من الفاتحة قراءتها واجبة. فإذا لو أنك أخرت آية عن آية وجب عليك سجود السهو. فهمنا أحبابنا؟ قال: وجوب قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، هذا نفي للصلاة. قال: لا، انتبه على مهلك، هذا النفي ليس للصلاة، وإنما هو نفي لكمال الصلاة. ماذا يعني نفي لكمال الصلاة؟ فكأن سيدي المعصوم عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة كاملة. فغاية ما يستفاد من هذا الحديث هو الوجوب لا الافتراض.
هو الوجوب لا الافتراض. ليه؟ قال لأن هذا الحديث خبر آحاد، يعني ظني الثبوت وظني الدلالة. ظني الثبوت، ظني الدلالة. ومثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يفيد، انتبه، يفيد نفي الجواز فقط؟ قال لا، ويفيد نفي الفضيلة. ما هو الدليل على أنه يفيد نفي الفضيلة؟ انتبه، في عندنا حديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، وهذا بالاتفاق معناه لا صلاة كاملة. فإذا هذا النوع من النفي يفيد نفي الجواز ويفيد نفي الفضيلة. فكان قول المعصوم عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قولا محتملا لنفي الفضيلة ومحتملا لنفي الجواز. ومقتضى هذا الاحتمال نعم أن تكون قراءة الفاتحة سنة. طيب كيف قلتم بأن قراءة الفاتحة إذن واجبة؟ في عندنا أمران. سبحان الله، أنا يعني لم أكن مخططا لهذا الكلام صراحة أحباب، ولكن يعني أتابع لا بأس، أنا لكي لا أطيل عليكم. يعني كيف حكمنا على أن قراءة الفاتحة واجبة؟ في عندنا أمران. الأمر الأول وهو الأهم هو المواظبة. كما قلت قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله واظب على قراءة الفاتحة في الصلاة، وأتى هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فدل ذلك على الوجوب. في عندنا أمر ثاني أحبابنا، وحبذا أن لا بأس أن نذكره وأن أبينه لكم، أن هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قلنا مقتضى هذا الحديث أن قراءة الفاتحة سنة وليست واجبة لا فرضا. ونحن نستدل بهذا الحديث على أن قراءة الفاتحة واجبة. كيف؟ قال انتبه، قال المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني، عنده قرائن تقوي الدليل الظني، فيرتقي أو تزداد هذه المقويات وهذه القرائن تزداد حتى يصير هذا الدليل الظني قريبا عند المجتهد من الدليل القطعي. الأصل في المسألة دليل ظني يفيد السنية، ولكن احتفت بهذا الدليل أدلة جعلته يرتقي من الظنية الثبوت إلى القطعية، أو قارب، صار قريبا من القطعية. فما يثبت به حينئذ يسمى فرضا عمليا. ليه؟ قال لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل، لذلك سمي فرضا عمليا. كيف يعني يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل؟ يعني تأثم إن تركته، ويسمى واجبا نظرا إلى أن دليله السنة. واضح إن شاء الله أحبابنا؟ هذا يعني ملخص القول في المسألة. إذا وجوب قراءة الفاتحة لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو لنفي الكمال لأنه خبر آحاد. قال لا ينسخ قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر فوجب العمل به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مولانا ممكن السؤال؟
قال جهل. تفضل اسأل. مولانا بالنسبة وجوب كل آية من الفاتحة، يعني لو ترك أكثر من الآية ولكن لم يترك كاملة يعني، هل يسجد للسهو؟ طبعا إذا ترك آية يسجد للسهو، فإذا ترك أكثر يسجد للسهو. ما قلنا في النهر الفائق ابن نجيم قال إن ترك أكثر الفاتحة يسجد للسهو. صاحب المجتبى قال لا، إن ترك آية يسجد للسهو. يعني لم يترك آية، ترك أكثر يعني. ماذا فعل؟ أكثر الآية. أكثر الآية يا أستاذ. نعم. آيات الفاتحة كل آية كلمتين. كيف ترك يعني؟ الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك، 4 كلمات. يعني قال إياك نعبد الله أكبر، هكذا قال. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يلعب في الصلاة. طيب، قال وهو لنفي الكمال لأنه خبر آحاد. قال لا ينسخ قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر. القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فاقرأوا هذا النص يعني فاقرأوا ما تيسر. فنحن مأمورون بالقرآن صريح القرآن أن نقرأ في الصلاة ما تيسر لنا، يعني نقرأ أقل ما يسمى ما يطلق عليه قرآنا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خبر آحاد يدل على لزوم بظاهره طبعا قراءة الفاتحة. فهل ينسخ الآحاد القطعية ظنية الثبوت قطعية الدلالة؟ قال لا ينسخه. ظنية الدلالة قطعية الدلالة كذلك لا ينسخ. فلذلك لابد أن نجمع وأن نعمل بالدليلين بالنصين. فنقول قراءة الفاتحة، نقول القراءة في الصلاة ركن مطلق القراءة، وقراءة الفاتحة واجبة. قال فوجب العمل به، يعني بها. قال والثاني الآن. عفوا سيدي، ممكن سؤال؟ تفضل يا شيخ. سيدي، الذي فهمته قبل قليل أن دليل الوجوب هو المواظبة يعني مع الوعيد تدل على الوجوب. لا انتبه عليه. تمام. أنا قلت في هذا، أنا المسألة التي فيها خلاف أذكرها أقول معها فيها خلاف. احنا عندنا في حقيقة في خلاف، هل مطلق المواظبة تفيد الوجوب أم الذي يفيد الوجوب المواظبة مع اقتران الوعيد؟ الذي عليه الأكثر أن الذي يفيد الوجوب المواظبة مع اقتران الوعيد على الترك. تمام سيدي. وإن كان من أئمتنا من يقول مطلق المواظبة إن ثبتت فهي تدل على الوجوب، ولكن هذا الكلام منقوض بأدلة. قال والثاني من الواجبات ضم سورة قصيرة أو 3 آيات قصار، يعني للفاتحة نعم، أو 3 آيات قصار. هذه الآيات ال3 قصار لتكون مقدارها مقدار أقصر سورة، وأقصر سورة هي سورة إنا أعطيناك الكوثر. أو يضم آية طويلة، هذه الآية الطويلة تعدل 3 آيات قصار، أو تزيد مثل آية الكرسي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة، لاحظ وسورة في فريضة وغيرها، في فريضة وغيرها، في ركعتين غير متعينتين من الفرض. إذن الواجب أن تقرأ أن تضم إلى الفاتحة سورة في ركعتين غير متعينتين من الفرض، يعني في الركعة الأولى والثانية أو الأولى والثالثة.
أو الأولى والرابعة أو الثانية والثالثة أو الثانية والرابعة غير متعينتين، هذا واجب لوحده. وكون السورة مضمومة إلى الفاتحة متعينا في الأوليين واجب آخر. واجب آخر. فالواجب الأول هو أن نضم إلى الفاتحة سورة قصيرة أو 3 آيات في أي ركعتين كانت، هذا الضم. ثم يأتي واجب آخر وهو تعيين هذا الضم بأن يكون في الركعة الأولى والركعة الثانية. قال في ركعتين غير متعينتين من الفرض غير الثنائي، وفي جميع الثنائي الفجر يعني، ويجب الضم في جميع ركعات الوتر، في جميع ركعات الوتر لمشابهة السنة، لأن الوتر يشابه السنة. كيف يعني يشابه السنة الوتر؟ قال يشابه السنة من جهة أنه لا أذان له ولا إقامة أيضا، ولا إقامة. لذلك لما كان يشابه السنة من حيث لا أذان له ولا إقامة، يعطى حكم السنة في حق القراءة، بأن يقرأ لأن القراءة ركن فيه في ركعاته الثلاث، لأنه شابه السنة. قال وجميع ركعات النفل كذلك يجب الضم السورة إلى الفاتحة في جميع ركعات النفل، لما روينا يعني الحديث الذي قرأه قبل قليل: لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها وجميع ركعات النفل. قال لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة، لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة. كيف يعني؟ ماذا كان كل شفع من النافلة صلاة على حدة؟ لماذا؟ قال لأن المصلي يتمكن. أنا إذا قلت أصلي لله تعالى 4 ركعات سنة الظهر القبلية، الله أكبر، صليت الركعة الأولى، الركعة الثانية، أنا الآن أملك أن أخرج بعد الانتهاء من الركعة الثانية. فإذا قمت إلى الركعة الثالثة أكون قد بنيت الشفع الثاني على الشفع الأول، على تحريمة الشفع الأول. أكون قد بنيت الشفع الثاني على تحريمة الشفع الأول. لذلك صرح فقهاؤنا بأنه لو نوى 4 ركعات وصلي 4 ركعات وصلي 100 ركعة نافلة لله تعالى، الله أكبر، فصلى ركعتين، صلى ركعتين وهو في القعود الأخير قال السلام عليكم ورحمة الله، أو أخرج ريحا، أبطل صلاته. ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يقضي 8 أن انقطع الصوت؟ نعم.